كيفن هو وريث عيلة بو ويونا بنت مدبرة البيت. يونا كانت جايبة له شربة، وأبوها بعتها وقال لها إنه رح يعطيها مصاري لعلاج جدتها إذا رضيت تمشي وراه. بس بشكل غريب كيفن عطاها شي مشروب مخلوط وخلصوا وناموا سوا بنفس السرير. بعد شهرين يونا اكتشفت بأنها حامل، والجدة كانت كتير مبسوطة ومقتنعة إنه هن الشركاء المثاليين في علاقتهم. بس يونا ما كانت حابة يتزوجوا، قالت إنه يلي صار كان غلطة، وكيفن كمان ما كان مرتاح للفكرة. الجدة وعدت يونا إنها رح تتكفل بعلاج جدتها وتدفع مصاري المشفى إذا رضيت تصير زوجة حفيدها. يونا وافقت وهيك بلشوا يجهزوا لتسجيل الزواج. كيفن كان شكله مفكر إنها عم تكذب بالموضوع الحمل، وقال لها ما تفرح كتير. فيونا قبلت تتحمل الوضع بس كرمال جدتها، وبلشت تتبعد عنه شوي. كيفن صار يقلق عليها وحاول يرجعها لعند أهلها ليبعدها عن مشاكل الجدة. يونا حست إنه قلبه طيب رغم تصرفاته القاسية. وصلها على البيت يلي رح يعيشوا فيه وعطاها بطاقة مصاري لتشتري اللي بدها إياه. الجدة اتصلت ويونا وعدت تطيع وتتجنب المشاكل. بالمكتب كيفن اتذكر إنه في كاميرا بالبيت، فتفقد شو عم تعمل يونا وانصدم لما شافها عم تنظف. الجدة نبهت حفيدها إنه ما يترك زوجته تشتغل ويعاملها كأنها أميرة. فيونا قالت لكيفن إنه ممكن يتطلقوا بس لحتى تولد، وهو وافق، بس كان حاسس إنها عم تخبي إشي عنه. فقال رح يعملوا عقد علشان تلتزم بكلامها، وهي قبلت علشان علاج جدتها. كيفن غلط، فهم كلمة يونا وظنها دخلت على غرفته عن قصد، بس هي وضحت له إنها كانت عم تطبخ له وخلت البيت وهو ما رضى ياخد منه. يونا زعلت وبلشت تبكي، وكيفن فهم غلط واعتذر لها، وبعدين مساعده جاب العقد ويونا رفضت مصاريه. كيفن ما فهم ليش وفكر إنها مهتمة بس بالمصاري، بس هي كانت راضية بالوضع. كيفن أقنع يونا عشان توقع على العقد، وقال لها إنه هالشي لازم حتى يحمي سمعته، خاصة مع إنها حامل. بعدين راحت تزور جدتها بالمشفى، وكانت الجدة قلقة كتير عن مستقبلها. يونا كذبت عليها وقالت إنها متزوجة وإنه زوجها عم يعاملها منيح. ما حبت تقول إنها متزوجة مليونير لحتى جدتها ما تقلق، والجدة صار معها فضول عشان تتعرف على زوجها. صارت صديقتها مع يونا بنفس الوقت وكملت الكذبة. بعدها راحوا على المطعم، وبالصدفة كان كيفن هنيك كمان. الدكتور بو كان عم يضحك مع كيفن وبيسأله من وين تزوج، بس كيفن ما عطى تفاصيل وكان بعده زعلان. والصاحب خبر كيفن إنه هو مغرب بيونا وناوي يعترف بحبه لإلها لما جدتها تخلص من عملية القلب. كيفن شاف يونا عم تعاني من الغثيان وراح عشان يساندها وعرض يوديها على البيت، بس هي رفضت، وكيفن زعل وابتعد عنها. الصاحب كمل يحكي عن البنت اللي بحبها وقال إنها قوية وطيبة، وكيفن انصدم لما عرف إنه عم يحكي عن زوجته وحذر صاحبه يوقف مشاعره. الصاحب استغرب كتير لما عرف إن كيفن متزوج من يونا. بالمقابل يونا كانت محتارة إذا تخبر كيفن عن جدتها، يعني كانت خايفة إنه كيفن ما يقبل يروح معها عشان يتعرفوا على الجدة. بعدها عملوا مكالمة فيديو مع جدة كيفن، وكانت عم تطلب يسرعوا بموضوع الزواج. بشكل مفاجئ كيفن وافق بسرعة، وهالشي أربك يونا لأنه كانوا متفقين يأجلوا الزواج. كيفن طلب منها ترتاح وما ترد على السؤال، وبعدين اتصل بمساعده ليكتشف مين يلي خرب مشروبه من شهرين. المساعد أكد له إنه يونا ما إلها دخل لأنها كانت بالمطبخ وقتها. كيفن أدرك إنه كان غلطان بحكمه عليها وقرر يعوضها وبلش يشتري لها أشياء وهدايا. بيعمل هالشي وكأنه بده يخليها على مستوى معين، بس هالشي خلى يونا تحس براحة. بعدها يونا عملت شوية بسكويت، وكيفن لاحظ إنها مخبيش للدكتور وو. كيفن وهو شوي غيور أخذ البسكويت وما خلى صديقه يأكل منهم. تاني يوم راحوا سوا على المشفى ولقوا الدكتور وو هناك. اتفق الدكتور وو مع كيفن عشان يتصرفوا كأنهم غرباء قدام يونا لأنه ما بده يبعدها عنه. كيفن مسك إيد يونا ليبين إنه ملكه، وبعدها تعرف على جدتها. الجدة حكت مع كيفن على راحتها عن كل معاناة حفيدتها. قالت له إنه أمها توفت لما كانت صغيرة وإنه أبوها دايماً مشغول بالشغل، والجدة طلبت من كيفن إنه ما يخلي حفيدتها تبكي، وكيفن وعدها إنه رح يعتني فيها.
يونا كانت واقفة برا وسمعت كلامهم وبلشت تبكي، وبعدها شكرت كيفن على كل هالمساعدة. بعدين أبو يونا اتصل فيها وطلب منها تطيع أوامر كيفن، وقال إنه قبضوا على البنت اللي خربت مشروع كيفن وهي بنت صغيرة. أبوها كان متوقع إنها تدعمه مادياً، بس يونا زعلت وبصراحة قالت له بإنها ما بتقبله وكمان ما بتحب كيفن. كيفن سمعها وهي عم تحكي إنها معجبة بشخص تاني، فسألها إذا كان هالشخص هو الدكتور وو. يونا شرحت له إنه هي قالت هالكلام لأنها كانت معصبة، وإنها لما عرفت إنه ما كانت هي اللي حطت له الفخ كانت بتتمنى إنه يعاملها أحسن. كيفن كان مزعوج شوي وقال لها إنه جدته عم تنتظرهم وما بده يجبرها عشي، فسألها إذا حابة تزور جدته وهي وافقت لأنه جدته كانت كتير طيبة. أبو يونا كان قاعد بالقصر وكيفن ما سمح لأحد يحكي كلمة وحشة عن زوجته. الجدة عطته بطاقة فيها أمر يصرف فيها 10 مليون بالشهر. يونا ما كانت حابة تلتزم بهالشي لأنها بتعرف إنه رح ينفصلوا قريبا. يونا لاحظت بإنه قناتها يلي بتطبخ فيها وصلت ل1,000,000 مشترك، ووعدت تعمل بث مباشر بمناسبة هالشي. جهزت حالها بطريقة مختلفة عشان تظهر قدام معجبيها، وكيفن رجع على البيت شوي متلخبط وبلش يعاتبها. هي فسرت له موضوع البث المباشر فاعتذر وقال لها بما إنه هي زوجته لازم تحافظ على صورتها، وبلشت تفك قميصه لتساعده، بس كيفن وقفها ووبخها لأنه كان مفكر إنها عم تحاول تستغله. يونا زعلت وابتعدت وانتقدته على تصرفه. ضلت يونا معصبة ورفضت الفطور، وكيفن ما فهم ليش هي زعلانة، وبالمكتب ما طلع من باله فسأل الموظف نصيحة، والموظف نصحه يشتري ورد بس مش ورد حب. كيفن راح واشترى ورد مش تقليدي، وفجأة إجا خبر بأنه يونا انخطفت. طلع في منحرف كان عم يلاحقها ويحاول يعتدي عليها، بس كيفن وصل بالوقت المناسب وأنقذها وحملها على البيت. الدكتور عالج جروحها وهي كانت مرتاحة لأنه كيفن حمل بيبي، رغم إنها بعدها زعلانة منه. كيفن ما فهم شو عمل معها، وهي حكت له بأنه هو عاملها بطريقة سيئة الليلة اللي كان عم يعتني فيها. كيفن شرح لها إنه حلم بشخص بشع واعتذر لأنه ما كان قصده يجرحها. هي سألته عن هالشخص بس هو ما حاب يقول، وطلب منها تنتبه أكتر، والمساعد جاب له الورود اللي اشتراها، ويونا احتفظت فيهم منيح لأنهم بذكروها ببداية صداقتهم. بعدها قالت له إنها لازم تروح على الفحص الدوري للبيبي، وما كانت متأكدة إذا تطلب منه يرافقها، بس هو ألغى كل مواعيده وقرر يوديها على المشفى. بعد الفحص اتصلوا فيه ورجع على الشغل. لما وصلت يونا على المشفى لقت زوجة أبوها وأخوها جوا غرفة الجدة، وشكل إنهم جايين يشوفوا الجدة عن مصلحة شخصية. صار شهر من لما طلبت منهم يزوروا الجدة وهي عارفة إنهم ناويين يستغلوا وضعها. الجدة طلبت منهم يطلعوا، وزوجة أبوها طلعت وقالت إنه كيفن عن قريب رح يترك يونا. الجدة سألت يونا إذا حبيبها هو وريث مليونير. يونا اعترفت بس ما حكت لها عن العقد اللي بينها وبين كيفن. بعدين يونا راحت على اجتماع مع زملاء الدراسة القدامى، وهناك ظهر تشين يان، شاب كان معجب فيها بالمدرسة ورفضته. تشين يان فكر إنه بطلتنا رفضته أيام المدرسة بس لأنه ما كان معه مصاري، وهلأ هو عم يشتغل بشركة كبيرة وبده يكسب قلبها. ليش؟ لأنه يعني الحين صار غني. يونا حست بغثيان وراحت على الحمام، وتشيان راح وراها وطلب منها فرصة، وحكى إنه صار معه مصاري كتيرة، بس هي رفضته مرة تانية وهو عصب وبلش يزعجها عشان توافق على الموعد. هي رفضت وقالت له إنها مع حبيب، بس تذكرت إنه ما عندها صورة مع كيفن، لهيك طلبت منه ياخد صورة معها، وتشيان ما صدق إنها مع كيفن. يونا حكت لكيفن وهو عرض يحكي مع تشيان وش لوش، فتشيان صار متوتر لما شاف كيفن، وكيفن حذره يبقى بعيد عنها وإلا رح يوديها على السجن. فتشيان ما قدر يحكي واعتذر بسرعة. هي رجعت لتشيان المصاري اللي صرفها على الاجتماع، وبعدها دعته على الأكل، وهو حس بحرج لأنه بمطعم بسيط وعم يخاف إنه ينكشف سرها. لما الناس خبطت إنها مخبية حالها عن العالم، كيفن صار يحاول يحافظ عليها. يونا ما بدها تحب كيفن لأنها عارفة إنهم من طبقتين مختلفين، وبتحس إنه ما في مجال يجمعهم ببعض لأنهم قريباً رح ينفصلوا. صديقة بطلتنا طلبت من بطلتنا لتجي لعيد ميلادها، وكمان كان بدها من كيفن كمان يجي، بس كيفن كان لازم يروح لعيد ميلاد صديقه، لهيك يونا طلبت منه يجي معها على عيد ميلاد الصديقة. باحتفال كيفن كان كتير مهتم بيونا، وفجأة هي حست بالغثيان
لهيك كيفن قرر يرجع على البيت، بس بنت وقفته كان اسمها فوتشين، ويونا لاحظت إنهم كتير مقربين من بعض. الصديقة تفاجأت لما عرفت بأنه كيفن متزوج، وسألت عن عيلة يونا، وما كانت بتعرف إنها من عيلة مشهورة. ويونا حاولت تخبي الأمر حتى ما ينحرج كيفن. كيفن قطعها وطلعوا بسرعة. بعدها يونا جابت الهدايا لعيد الميلاد وراحت مع كيفن على البيت، واكتشفوا إن مساعد كيفن هو أخو صديقتها، وصار الجو محرج شوي. كيفن استقبل اتصال من الشغل واضطر رجع البيت وهو سكران، وطلب من يونا تناديه زوجها، وكان بده يكون معها، بس يونا هربت بسرعة لأنها كانت خايفة إنها تندم على هالشي. كيفن ما تذكر شي من يلي صار. الدكتور وو بعت صورة يونا لصديقه وقال له يعتني فيها لأنه شايفها ضعيفة. كيفن رجع على البيت ليهتم فيها، وهي كانت عم تعاني من الغثيان وهو صار كتير مهتم فيها. صديقة يونا مينسي اتصلت فيها بعد ما كيفن سافر لبضع أيام، خلى يونا مع صديقتها. الصديقة لاحظت كيف كيفن عم يعامل يونا معاملة كتير منيحة. مينسي الصديقة كانت متضاربة مع عائلتها لأنها ناوية تتزوج، لهيك هربت شوي. مينسي كانت بتعرف عن العقد اللي بيجمع يونا وكيفن، بس بتحس إنه كيفن عنده مشاعر حقيقية ليونا. بالصدفة كيفن طلب من يونا يتعاملوا بطريقة ألطف قدام رفقاتهم. واليوم اللي بعده ناداها زوجتي، وهي الكلمة فرحت مينسي كتير، وكانت عم تتمنى إنه هالعلاقة تتطور عن جد مش بس عقد. فجأة يونا استلمت اتصال من المشفى، قالوا لها إنه جدتها صار معها جلطة. طلع أخوها حكى للجدة بأنه هي حامل ومتزوجة من كيفن بس عشان تغطي مصاريف علاجها. الجدة حست حالها بعبء، وهالشي أثر عليها صحياً. يونا خافت كتير من خسارتها وزعلت وراحت تدور على عائلتها، بس كيفن ما خلاها تضربهم وتعامل معهم بطريقة قوية وطردهم. بعدين عرض على يونا ما ينفصلوا ليطمن جدتها المريضة. يونا ما كانت فاهمة شو بيصير، فكيفن قال لها إنه بيعمل هالشي بس عشان الجدة ما تروح تدور له على عروس جديدة. هي وافقت وراحوا مع الجدة ليشجعوها على الشفاء. بعدين يونا راحت عشان تتعرف على أهالي كيفن، ولاحظت إنه علاقته معهم مش منيحة. بالليل يونا وكيفن ناموا عند الجدة، وكيفن صار يحط راسه جنبها وكأنه صار يكرهها أقل. بالصبح يونا بلشت بسرعة تبعد لأنها كانت خايفة إنه كيفن يعصب، بس بعدين عرفت بأنه كيفن بيكره النسوان يلي كانت ناوية تستغله. أمه ندمت لأنها ما حمته وطلبت من يونا تهتم فيه. بعدها التقوا مع رفقاتهم بمناسبة، وفوتشين صديقة كيفن شربت كاس قدامتها ليونا، بس كيفن شربها عوضها. يونا استلمت خبر من المشفى إنه لقوا متبرع للجدة، وراحت بسرعة على المشفى وكانت كتير خايفة. الدكتور بو نبه كيفن، وهو قرر يترك شغله عشان يرافق يونا. بعدين فوشين راحت على البيت وتصرفت كأنه المكان حقها. كيفن قال لها إنه عندهم اتفاق، ويونا تذكرت إنه هو طلب منها ما تدخل مشاعره بالحكاية، وقررت ما تخلي مشاعرها تأثر واعتذرت له. كيفن طمنها إنه هو ما رح يشوف فوشين كأنها مرة وما رح يخونها، وبيعتبر إنه هو مع يونا بس عشان البيبي. لتبعدوا عنها شوي راحت مع صديقتها لتتسوق، وكانت متوقعة كيفن يعصب لما يشوف الفاتورة، بس بالعكس هو كان كتير مبسوط. يونا نامت على الكنباية وكيفن حب يحملها. فجأة فاقت خايفة بسبب الحمل وتغيرت مشاعرها بسرعة. كيفن عمل كل شي عشان يرضيها، وبلش يشتري لها كل أكلاتها يلي بتحبها، وبالرغم من هيك صار يدللها كتير. اليوم يلي بعده التقت يونا مع واحد من معجبيها ويلي عزمها على مطعمه. يونا عصبت لما شافت إنه مع منافسها، وكيفن بلش يشك فيها وبلش يسألها، بس يونا تذكرته إنه عنده كمان أصحاب وبنات. كانت غيورة لأنه عم يحكم عليها وهي بس عم تاكل. انزعجت ومشيت معصبة، وكيفن نبه المعجب تبعها إنه يبعد عنها. اطلع وراها وسألها شو صاير، وحكت له إنها غيورة من فوشين. كيفن بالوقت استدعى فوشين ليورجي يونا إنه ما بيحبها، وطلب منها ما تتواصل معه إلا بالشغل. هالكلام عصب فوشين، بس في نفس الوقت فرح يونا. لما رجعوا على البيت كيفن جلس يسمع نبض البيبي وكأنه عم يقضوا وقت حلو سوا. بس فجأة فوشين اتصلت بيونا، زعلتها لأنها حضرت كيفن عن الكلام معها. يونا قطعت المكالمة من دون ما تحكي شي. سمعت إنه عيد ميلاد كيفن قرب، وصديقتها مينسي نصحتها تشتري له هدية حلوة. اشترت له ربطة عنق. بالبيت عند الجدة سمحت لهم يناموا بنفس الغرفة،
بس كيفن حس إنه في شي غلط وطلب منها تخبره بشو المشكلة ليقدر يفهمها. فيونا طلبت من بطلنا كيفن ليروح يشتري لها إشي، بس كانت هاي مجرد خطة عشان تفاجئه بهدية عيد ميلاده، مع إنه هو ما كان كتير مهتم بعيد ميلاده. بعدها الجدة عملت حفلة كبيرة وأعلنت إنه قرب يحددوا موعد العرس. كيفن قال بإنه هو مش جاهز، وهالشي خلى يونا تحس بإنها مش مرتاحة. اعترفت له بإنها بتحبه، وهو طلب منها وقت زيادة ليعرف مشاعره. هي ابتعدت وهي زعلانة، وبعدين قررت ترجع على بلدتها. كيفن حاول يمنعها، بس يونا فكرت إنه عم يعمل هيك بس عشان البيبي وما غيرت رأيها. المهم لينزو صديق يونا من الطفولة كان مع المربية تبع كيفن. لينزو عزمهم على الغداء. بعد فترة كيفن اتصل بيونا يسأل متى راجع، وظن إنها رح تضل يومين، بس هي قالت له بإنها رح تضل لشهر أو شهرين. كيفن انقهر كتير، وكمان لما عرف إنها مع صديقها غار كتير وقرر يروح لعندها عبلدتها. بس هي ما كان بدها ترجع لتتجنب الخناق مع كيفن، ورجته البيت الصغير يلي ساكنة فيه، وكيفن قرر يضل معهم لحتى ترجع على المدينة. راحوا لرحلة للصيد، وهنيك كيفن انفعل لما لمس لينزو شعر يونا وضربه من غير تفكير. يونا طلبت من صديقها يطلع قبل ما يصير مشاكل كبيرة، فلينزو طلع، بس قبل ما يمشي قال لكيفن كلام واضح. كيفن كان معصب لأنه حاسس إنه ميسي صديقة يونا بتحبها وعم تحاول تاخدها منه إذا ما قدر يقدرها. طلب من يونا تبعد عن ميسي مثل ما هي طلبت مع فوشين. يونا اعترفت إنها سوت هيك من الغيرة وسألته إذا هو كمان غيور، بس كيفن مش رد وراح سيارته وهو عم يفكر، وبالآخر اعترف لحاله إنه هو فعلا غيور. رجعوا على المدينة، وكيفن حكى لصاحبه عن مشاعره وقال له إنه عمره ما كان مع حدا وما بيعرف شو يعني حب. صديقه استغل الفرصة وسجله، فرجع كيفن على البيت وتمسك بيونا وحكى لها إنه بيحبها. هي فكرت إنه عم يحكي بس لأنه تمل، بس كيفن قبلها بشكل حنون ووضح مشاعره. بالصبح يونا حاولت تهرب، بس كيفن منعها وقال إنه رح يبذل كل جهده ليخلي العلاقة تكون حلوة. وصاحبها بعت لها فيديو الحب وكانت كتير مبسوطة، بس فجأة كيفن انصاب بحادث وهو عم يشتري الورد، وبعت رسالة ليونا ليطمنها، وبعدين أغمى عليه. يونا كانت عم تطبخ بالبيت وفرحانة، وما كانت بتعرف بإنه كيفن بالمشفى. اليوم التاني فوشين وبختها لأنها ما رفقته، فيونا تجمدت وراحت بسرعة تدور عليه. لحسن الحظ كيفن كان منيح وفتح قلبه مع يونا، حكى لها إنه من زمان موظفة كانت عم تعتني فيه غشت مشروبه وحاولت تستغله. من وقتها صار بيكره أي بنت تقرب له. كيفن قبلها بقوة، وفجأة إجت بنت عم تركض ورا يونا. طلعت أخت أمه كانت عم تدور عليها لمدة 20 سنة من يوم ما أم يونا هربت من البيت. الجدة لقيتها بالشوارع واعتنت فيها. يونا تأكدت من هويتها بفحص DNA ووافقت تعرفها على جدتها البيولوجية. صادف إنه عيلتها الجديدة غنية وعطولها كل أملاكها. كيفن منعهم يمسكوا فيها ووعد إنه رح يكون مسؤول عنها، وبعد فترة بطلتنا خلفت بيبي، وبعدها كيفن وعدها بإنه رح يقضي كل حياته معها، وهي وافقت وكانت فرحانة. خلصنا ملخصنا لليوم. اشتركوا في القناة، حطوا لايك للفيديو، ابعتوا الفيديو لأصدقائكم عشان كمان يشاهدوه، وبس. بحبكم كتير كتير. أشوفكم بالملخص الجاي بإذن الله. باي باي.